وقت الطون غير بروفيتي وشريه وديريه ليك ولوليداتك وتمتعوا بالبنه. شوفوا لي الله يبارك كيفاش جاي ما شاء الله، والطري محمر من برا ومن الداخل طري يذوب في الفم، يجي ما شاء الله. صدقوني راح يعجبكم بهذه الطريقه، ساهل ماهل. اول حاجه عندنا التتبيله تاعو، لازم كي نشروه انايا في هذا. شوفوا لي الله يبارك كيفاش اللون تاعو ما شاء الله، جاي احمر وجديده، يعني قطعها قدامك والله بنه تاعو ما شاء الله. هنا التتبيله تاعو بزاف قليله. الثوم، انا الثوم حنا نعشقوه الثوم في التتبيله. عندي غير الملح والفلفل الكحل وعندي كمون والليمون. هذا واش ندير في التتبيله تاع الطون انايا باش ما يتبدليش الجود تاعو. الثوم مش حتتبدل الجود تاعو، خلاص يعني تعطيلو بنه. مي انا مش نربيها، غير نقطعها برك. هنا نعصر الحبه تاع القارص مليح كيما راكم تشوفوا، حبه شويه يعني متوسطه، ماهيش كبيره بزاف وماهيش صغيره. هنا الثوم قلت لكم باش ما يتبدلوش تاعو ولا تطغى عليه النكهه تاع الثوم، نقطعه. انا ما نديروش ما نربيهش. الثوم انا درت واحد 6 سنينات، يعني عندي واحد الخمس مرصوات كيما هكا تاع الطون، درت لهم 6 سنينات تقريبا. والثوم اختياري، ديروا بزاف ديروا قليل، هذيك حاجتكم. التوابل درت الملح وقلت لكم وفلفل الكحل والكمون، هذا ما كان. ونخليه نتبلو مليح ونغطيه، خليه واحد ربع ساعه حتى نص ساعه، يعني ما خليهش بزاف، يعني غير يشرب هذيك النكهه تاع الليمون. كيما راكم تشوفوا انا طاهولي بالجلده هذيك، ما حبيتش نحيها، ما في نحيها مي هذه الخطره ما حبيتش نحيها حتى كي نطيبو، باش نحيها باش تبقى لي محافظه على الشكل تاعها. هذه هي كيما راكم تشوفوا، نغطيه ونخليه. قلت لكم ربع ساعه نص ساعه ما تفوتش، وراح يشرب هذيك التتبيله ويجيكم ما شاء الله. هذه هي البنات، نغطيه ونرجعوا بعد ربع ساعه ان شاء الله كي يشرب ونطيبوه. هنا نجيب المقله انايا مش حتلصق لي، مي ندير لها غير مغرف زيت كيما شفتوا، ندهنها ونطيب فيها. تحبوا تطيبوا في طاجين، تحبوا تطيبوا في مقله عاديه، انا نحب نطيب فيها. هذه ما تشوفوهاش ماهيش مسخه ولا، راه غير سماكم على بالكم شويه قديمه برك دارت هذيك الخطوط. هذه دهنتها نسخنها ونجيب الطون تاعي. شوفوا راهي سخونه، سخنوها مليح باش غير تحطوا هذوك الشرائح تاع الطون يدوا لكم هذوك الخطوط باش يجي الشكل تاعهم شباب، يعني تقدميها بشكل شباب. هذه هي البنات، نرجعها كيما راكم تشوفوا انني حاططها هنايا غير باش نصور لكم. ودوك نرجعها على النار من كل جهه 5 دقائق باش ما ينشف لكمش الطون تاعكم. وثانيا على حساب الخشن تاع الشريحه تاع الطون تاعك، الا كانت خشينه بزاف حاولي تقطعيها في الوسط، رققيها يعني، ولا هو يقطعها لك، ما تخليش يقطعهم لك خشان اللي يبيع. هذه هي بعد 5 دقائق، بعد ما تحسي باللي صاي دات هذوك الخطوط تاع تاع المقله، قلبيها تدي هذيك الخطوط بجهه واحده اخرى، ولا مهم ما تقلبيهاش وهي مازال ما طابتش. شوفوا الله يبارك، خاطر شي لكم ولا على حساب المقله تاعكم ثاني. شوفوا ما شاء الله، يعني يجي الشكل تاعو الله يبارك. شوفوا يتحمر من برا ويبقى لكم محافظ على الطراوه تاعو من الداخل. هنا نكمل انا نطيبوه على كل جهه، قلنا 5 دقائق ما تفوتوش. انا بعد ما يطيب لي كيما هكا نجي نحيلو هذيك الجلده، ما تقدموهش بها اكيد باش يجيكم شباب. هذيك الجلده مش حتتكل، يعني اصلا شكلها ماشي شباب. بعد ما يطيب لكم نحوه. شوفوا الله يبارك، ولا والشريحه تاع الطون هادو ماهمش خشان. هذيك هي يعني، ما كاين يبيعوه فيلي كيما هكا، بصح انا شريته كيما هكا يجي بزاف شباب. انا يعجبني خير من خير من الفيليه كيجي رقيق بزاف. هذه هي البنات، تحبوا تقدموه بالروز، تحبوا تقدموه بالبطاطا مقليه. انا الطون عندي قاعده ما كاش ليه يخترقها، لازم بالبطاطا مقليه.
الحوت نبغيه بالبطة مقلية. شوفوا لي، الله يبارك شحال طري من الداخل، يعني طايب ومن الداخل طري، بنتو مع الليمون، يعني شارب الليمون. تزيدي دروكا كي طيب تعصري عليه عصرة الليمون هذه وتاكليه. واش نقول لكم، بنة ولا اروع. صدقوني غير بروفيتيو، مادام وراه واجد، راه كاين وراه متوفر، يعني غير وكلوه لولادكم وبصحتكم. ونتلاقى في وصفات اخرى ان شاء الله. سلام.